اللي داخل مشروع من غير خطة بديلة ده مش بيدير، ده بيلعب قمار. شركة مقاولات دخلت مشروع كبير، الخطة مبنية على مورد واحد وفريق واحد وتوقيت واحد. المورد اتأخر، الخطة وقفت والالتزامات فضلت ماشية. طب والنتيجة؟ غرامات، توتر، والمشروع كان ممكن ينجح اتكلف الأضعاف. المشكلة مش في التنفيذ بس، المشكلة إن ما كانش فيه بديل. الخطة البديلة مش تشاؤم، ده إدارة مخاطرة. أي خطة من غير بديل هي افتراض، والإدارة الشاطرة دي ما بتتفرضش، دي بتتحضر. في الكورة مدرب داخل ماتش من غير دكة بدلاء ومن غير خطط لعب بديلة وبيغامر بالموسم. المدرب الكبير بيحط سيناريوهات لو اتصاب لاعب او اتطرد حد او لو النتيجه اتغيرت. في الاستشارات كتير من المشاريع ما وقعتش عشان قرار غلط، لكن وقعت عشان ما فيش خطه بديله. شغلي اخلي المشروع جاهز قبل الازمه مش بعدها. لو مشروعك ماشي على سيناريو واحد وما فيش بديل واضح، الاتصال دلوقتي مش رفاهيه، ده امان. لو عاوز مشروع واقف على رجليه حتى وقت الضغط كلمني. انا الدكتور احمد ابو المعاطي، وفي ملعب البيزنس هنعلمك ازاي تلعبها صح.